بكم أيها السادة والسيدات إلى نعم. حلقة جديدة من محاضرات تعليم اللغة الصومالية للناطقين بالعربية، والذي ترعاه أكاديمية الصدمة للإعلام الرقمي. فنعتذر أولا عن التأخر هذه الليلة لدقائق عن موعد المحدد لانطلاق المحاضرة، كما نعتذر لكم عن غيابنا عن المحاضرة السابقة في ليلة الثلاثاء للاعتذار الذي قدمه مشرف البرنامج الأستاذ حسين آدم، وتقبلوا مني شخصيا من الاعتذار عن حضور المحاضرة السابقة. الليلة نبدأ من صفحة 49 صفحة 49 هبكا فلكا. قبل أن ندخل إلى وحدة المستشفيات نكمل ما تبقى من القواعد في الفعل في اللغة الصومالية. أخذنا الفعل الماضي وذكرنا أن آخره غالبا ما تكون آخره تكون أيا، يعني عني، عبي، رهي، يعني وما إلى ذلك في آخره أيا. أما الفعل المضارع في آخره عنيا، عبيا، قريا، رهيا. أما الفعل الأمر فذكرنا بأنه يأتي على ثلاثة أقسام: إما أن ينتهي بصامت، أو أن ينتهي بحرف بسائت قصير، أو بسائت طويل. هذه ثلاثة أخذنا أمثلة. ثم ننتقل الآن إلى هبكا فعلك، يعني طريقة أو هيئة الفعل. هبكا فلكا يعني طريقة أو كيفية عمل فلكة الفعل. هبكا فلكو يعني طريقة عمل الفعل يوحو عديا يوضح أما تففترا أو يحرر سيدا طريقة أو كيفية. أما هبكا نفسها طريقة أو كيفية، فلكا ودعو يعني طريقة وقوع الفعل، يعني فلكا الفعل ودعو يعني طريقة وقوعه. هبكا طريقة أو كيفية، ودعو وقوع فلكو الفعل. يعني هبكا فلكو يعني هيئة الفعل وحو عديا يوضح أما تففترا أو يحرر سيدا كيفية، أما أو هبكا طريقة فلكا ودعو وقوع الفعل. وحونا أكل بحا وينقسم إلى وحونا، يعني لها لا يوجد لها معنى. أكل بحا يعني ينقسم أفرجات. الفقرة الأولى هذه بتاعت يعني هبكة فالكو صراحة ما في يعني يوضحها أنت باللغة العربية ماذا يحصل، يعني طريقة وقوع الفعل. يعني طريقة عمل الفعل، فهذه لا يوجد كقاعدة في القاعدة العربية، وإنما يدخل في القواعد الأخرى أو الأغراض البلاغية من استخدام الفعل، مثلا الإخبار، مثلا الأمر والتمني والسؤال. يعني هذه يعني ربما تكون أغراض استخدام الفعل في البلاغة العربية، وليست في القواعد النحوية في اللغة العربية. عندما نقول هبكا فلكا، فالقواعد اللغة الصومالية فهي ليست قواعد النحوية وبحت، إنما هي القواعد الصرفية والنحوية والبلاغية. هذه الأربعة أنواع إنما تأتي في العربية في سياق البلاغة، الغرض من استخدام الجملة الفعلية. هذه ربما تكون الأغراض البلاغية من استخدام الفعل، أو من عمل طريقة أو كيفية الاستخدام الفعل في الأغراض البلاغية، لا تكون الأغراض النحوية. شكرا. هبكا فلكا يعني طريقة عمل الفعل بلاغيا. هبكا فلكو طريقة أو كيفية عمل وحو عديا يوضح أما أو تففترا يحرر سيدا طريقة أو كيفية. أما أو هبكا طريقة أو كيفية،
فلك الفعل ودعو وقوع الفعل وحو كلا بحا وينقسم إلى أربعة جات أنواع، يعني جات نوع أو قسم. 4 أنواع يعني جات، 4 أنواع جات. النوع الأول يعني أوجيسين، الإخبار أو الإعلان، كقولك ورقة بان قوري، كتبت رسالة. ورقة يعني رسالة أو خطاب، بان لوحدها لا يوجد لها معنى، وإنما تساعد الفعل قوري الماضي، هذا في آخرها أي فيها ماضي. ورقة بان قوري يعني كتبت رسالة أو كتبت خطاب. يعني الغرض البلاغي من استخدام الفعل هذا طريقة عمله إنما كتابة الخطاب. هذه في العربية تكون إنما هي الغرض البلاغي من استخدام الفعل هذا. ورقة بان قوري أي انقطع شرحا، انقطع الصوت ل 10 ثواني أعيدها. أوكي أوكي. وحونا أكل بحا وينقسم إلى أفرجات 4 أنواع. 1 أوجيسين، الإعلان أو الإخبار. عندما تقول ورقة بان قوري يعني كتبت، بان قوري كتبت ورقة خطاب أو رسالة، فإن الغرض البلاغي من هذه الجملة الفعلية هي الإخبار، يعني أفادت الإخبار أو الإعلان من أنك قمت بكتابة الخطاب أو رسالة ورقة. الغرض الثاني هو الأمر، ورقة قر، يعني الغرض البلاغي هو الأمر أو الأمر بالقيام بكتابة ورقة. ورقة يعني خطاب، قر هنا فعل أمر، وهو النوع الذي ينتهي بصامت يعني قر. والنوع الثاني مطبعه، يعني التمني أو الترجي، يعني في الاستخدامات لعل أو ما يليها، يعني هذه ما يعني لتمني والترجي. هدان وحبرا لها، لو تعلمت أو لو كنت متعلما. هدان يعني لو، وحبرا لها متعلما شيئا، لو كنت متعلما شيئا. شقاء موايين لم أفقد العمل، شقاء عمل، موايين يعني لم أفقد العمل، يعني لو كنت متعلما لما فقدت العمل. هذا الغرض البلاغي، يعني تستخدم الفعل في اللغة الصومالية، وهو يفيد مطبعه، وهو التمني أو الترجي. والغرض الرابع هو سؤال، يات لمن ورقد الخطاب أو الرسالة أقرتي لمن كتبت له الرسالة. يات لمن ورقد الرسالة أو الخطاب أقرتي كتبت له، أؤنا له، لمن كتبت الرسالة أو من كتبت له أو لمن كتبت الرسالة. يعني هذه هي الغرض الرابع. يعني الأغراض استخدام الفعل في اللغة الصومالية تأتي على 4 أقسام، إما أن تكون الإخبار أو الإعلان كما في قولك ورقد بان قوري يعني كتبت رسالة، أو الأمر يعني أكتب رسالة قد قر، أو التمني أو الترجي وهي مطبعه. هدان لو وحبرا لها تعلمت شيئا، شقاء موايين لم أفقد العمل، لو تعلمت شيئا لما أفقد العمل. والغرض الرابع هو غرض سؤال، ياد ورقد أقرتي لمن كتبت له الرسالة. هذه أغراض ربما تكون بلاغية وليست قاعدة نحوية أو صرفية، وهي تتعلق باستخدام الفعل في اللغة الصومالية. قبل أن ننتقل إلى الوحدة الجديدة، إذا كان سؤال، استفسار، شرح أو إضافة فتفضلوا. بالنسبة لي واضح كان. أوكي تمام، شكرا. الوحدة قبل الأخيرة هي وحدة المستشفيات إسبيتالذا. المستشفيات إسبيتالذا، يعني إسبيتال هنا مستشفى، إسبيتال
مستشفى، يعني مفرد مستشفى اسبيتال. ولو جعلناه يعني جمعا مستشفيات تكون هنا نغير او اسبيتالو، مستشفيات، مستشفيات. وعندما عرفناها بال نضيف إليه ارتيكل د، فهي للتعريف والتأنيث، يعني اسبيتالة المستشفيات. وفي العربية توافق أيضا، فيها ألف تاء يعني للتأنيث. الواحد اسبيتال مستشفى، والجمع اسبيتالو مستشفيات، وفيها الاسبيتالة هذه المستشفيات. شيكو أقرس قصة للقراءة. شيكو قصة، أقرس للقراءة. نقرأ وبعدها نشرح. حسن، حسن وحو دريمي، حسن وحو دريمي حنون حسن وحو دريمي حنون درن oo madaxa ah، oo madaxa ah. xarun caafimaad، xarun caafimaad. wuxuu fariistay، wuxuuna fariistay، wuxuuna fariistay hoolka sugitaanka dhakhtarka، hoolka sugo kalkiisa. استاذ cabaar النت kadib عم يوقف. ايه في انقطاع النت الخط. يتقطع عندك، في انقطاع النت عندك. نعيد مرة أخرى. قصة شيكو أقرس قصة للقراءة. شيكو قصة أقرس للقراءة. حسن وحو دريمي حنون، حسن وحو دريمي حنون درن أو مدح إيو علول حنون، إيو علول حنون. wuxuu aaday xarun caafimaad، wuxuu aaday xarun caafimaad. wuxuuna fariistay hoolka sugitaanka dhakhtarka، wuxuuna fariistay hoolka sugitaanka dhakhtarka. اليوم يا أستاذ الشبكة شكلها في نواحيك ضعيفة، تقطيع كثير. هل تسمعنا أستاذي؟ kalkaalisadii ayaana أستاذي ينقطع. اليوم يبدو أن الشبكة في نواحيك ضعيفة، تقطيع كثيرا جدا، وتغيب صورتك ويغيب صوتك. معليش، لا، والله لماذا؟ القد هو نفسه القد اللي كنت أستخدمه. ربما يكون هنا من طرفهم. نكرر، معلش تحملنا، نعيد ونكرر. لو سمحت. قطع مرة تانية أو ثالثة. على ما أعتقد هو يحاول أن يصلح الوضع، يعني يخرج ويطلع باسم جديد ربما بحساب آخر في النت، هو يعالجه الآن.
غالبا الأستاذ محمد الثاني يحاول أن يدخل بشبكة جيدة. مرحبا أستاذ سوداني. مرحبا بك أستاذ سوداني مجددا. أي الحمد لله، عدنا مرة أخرى إن شاء الله، وسيكون الأفضل بعد هذا إن شاء الله. إن شاء الله. نكون الشاشة. أوكي تمام. أقرس حسن وحو dareemay xanuun daran oo madaxa ah. xasan wuxuu dareemay xanuun daran oo madaxa ah iyo calool xanuun. wuxuu aaday xarun caafimaad. wuxuu fadhiistay hoolka sugitaanka dhakhtarka si uu u sugo kalkiisa. cabbaar kadib ayaa loo yeedhay. kalkaalisadii ayaana gelisay qolka dhakhtarka. الآن الصوت هل ينقطع؟ الصوت جيد الآن. الصوت يا جماعة الصوت ممتاز. ممتاز جيد. أوكي تمام. الحمد لله. si loo waraysto dhakhtarkii ayaa weydiiyey sida loo hayo. markii uu ka dhageystay ayuu u diray baaritaan guud. dhiig iyo saxaro ayaa laga qaaday. waxaa loo sheegay inuu sugo natiijada baaritaanka. mar kale ayaa loo yeeray, waxaana loo sheegay in la baaray wax daranna ay jirin. waxaa loo qoray daawooyin, waxaana lagu yidhi markaad daawadan soo isticmaasho 7 kadib noo soo laabo. هذه هي معاني المفردات معناها إريضة. بكانذا بمعنى المرضى. بكان مريض، بكانو مرضى، بكانذا المرضى. ومريض مفرد يكون بكان مريض. مثل مستشفى. بكان مريض. المستشفى. لا، هذا المريض نفس طريقة المستشفى. نعم هذا ما قصدته، نفس طريقة المستشفيات. اسبيتالو. أي اسبيتال هذا، وكذلك نفسها البكان للمفرد بكان. هذا المرضى، نفس الطريقة اللي استخدمناها في المستشفيات. قابلادة نخترك معناها مقابلة الطبيب. بكانكي وو ريستي شفي المريض. يعني بكانكي المريض وو ريستي شفي، يعني وو لوحدها مو في معنى، وإنما تساعد الفعل شفي. dhakhtarka qudhiisa الطبيب نفسه. dhakhtarka الطبيب. فحص عام baaritaan guud. فحص عام guud. baaritaan guud. نعود إلى شرح القطعة. sheeko akhris قصة للقراءة. sheeko قصة
أقرس للقراءة. حسن وحو دريمي. حسن هذا اسم الشخص، وحو لوحدها لا يوجد لها معنى، وإنما تساعد الفعل هذا دريمي. دريمي فعل ماضي. شعر هنا وحو دريمي شعر حسن حسن، يعني شعر حسن حسن وحو دريمي. وحو دريمي شعر حسن حسن. حنون درن بألم شديد، يعني شعر في العربية تتعدى بألم، هذا حنون. حنون ألم. شعر بألم درن شديد. درن شديد. وحو دريمي شعر حسن حسن. حنون درن بألم شديد. ألم حنون شديد درن. أو مضح في الرأس. أو مضح في الرأس، يعني هذا الألم الشديد كان يشعر حسن في الرأس، يعني ألم الشديد في الرأس. أو مضح في الرأس. حسن وحو دريمي شعر حسن حنون درن بألم شديد. أو مضح في الرأس. أو مضح في الرأس. إيو وعلى الحنون يعني ألم البطن. البطن أو علال حنون ألم، وألم في البطن أو ألم البطن، يعني الألم الشديد في الرأس كان يصاحبه يعني ألم في البطن. هذا ما أردناه. وحو آذي يعني ذهب. وحو آذي ذهب. ذهب تتعدى بإلى. حرون عافمات مركز طبي. هنا حرون مركز عافمات طبي. حرون عافمات مركز طبي، ذهب إلى مركز طبي. حرون عافمات أو عيادة طبية. حرون عافمات. وحونا فريستي وجلس. هنا واو العطف. وحو لوحدها ما في معنى، إنما تساعد فعل فريستي الفعل الماضي هذا. وجلس. وحونا فريستي وجلس. هولك سوجيتانك قاعة الانتظار أو صالة الانتظار. هول قاعة، سوجيتانك انتظار دخترك. صالة انتظار أو قاعة انتظار الطبيب. دخترك هنا الطبيب. وحونا فريستي وجلس. هولك سوجيتانك دخترك قاعة انتظار الطبيب أو صالة انتظار الطبيب. سي أسوغو الانتظار، يعني سي هنا لي ولام التعليل. وأسوغو انتظاري يعني الانتظار. سي أسوغو كالكيسة دوره. كال يعني دور. سي أسوغو الانتظار. سي أسوغو الانتظار كالكيسة دوره، يعني وفي العربية يعني استخدام الدور يعني دور كيسة، يعني هنا كال دور، وكيسة هذا يعني ارتيكل ملحق ضمائر الملكية، ويستخدم لكيسة يعني هاء الغائب. هاء الغائب دوره كالكيسة. عبار كذب. عفوا تفضل. هولكا كان بيتقطع كده، كانت بتقطع هولكا. هولكا قاعة. هولكا قاعة. سوجيتانكا انتظار. سوجيتانكا انتظار دخترك الطبيب، يعني قاعة انتظار الطبيب. وجلس وحو فريستي. هولكا قاعة أو صالة. سوجيتانكا دخترك انتظار الطبيب. سوجيتان انتظار دخترك الطبيب. سي أسوغو الانتظار. سي أسوغو الانتظار كالكيسة دوره. كالكيسة دوره. واضح؟ تمام واضح أستاذ. واضح يا أستاذ. شكرا. أوكي. عبار كذب يعني بعد برهة. عبار هنا برهة أو شوية. كذب بعد شوية أو بعد برهة. وعبار هنا يعني عبارة عن وقت قصير، بعد برهة أو بعد فترة قصيرة. فترة هنا عبار فترة. بعد فترة أو بعد برهة عبار كذب. عبار يعني فترة أو برهة
كدب بعد برهة أو بعد فترة أيا لو يري يعني دعوه أيا لو يري يعني جاء دوره فقالوا له تعال يعني لو يري تمت دعوته أيا لو يري يعني عبار كدب بعد فترة أيا لو يري تمت دعوته كالكاليسدي الممرضة أيانا جلسي أدخلته قلك دخترك غرفة الطبيب يعني الممرضة أدخلته غرفة الطبيب عبار كدب بعد فترة أو بعد برهة أيا لو يري تمت دعوته كالكاليسدي الممرضة أيا جلسي أدخلته قلك دخترك غرفة الطبيب سي لو وريستو يعني لمقابلته أو إجراء حوار معه دختركي الطبيب أيا ويديي وسأله الطبيب ويديي سأله دختركي الطبيب سيدا لو هيو يعني سيدا طريقة أو كيفية لو هيو إصابته يعني كيف إصابتك قال وماذا تشتكي سيدا لو هيو ماذا تشتكي أو ما هي إصابتك أو كيف أصيب بك مركي وكدغيستي عندما استمع منه يعني مركي عندما وكدغيستي استمع منه هنا من مركي وكدغيستي عندما استمع منه أيو أدري يعني طلبه يعني أيو أدري أمر أو طلب هنا أدري هنا يعني طلب أو أن أمر باريتان جود يعني إجراء فحوصات فحص عام باريتان فحص جود عام يعني مركي وكدغيستي عندما استمع منه أيو أدري يعني أوصاه أو أوصى الطبيب أو كتب له الطبيب أو أمره باريتان جود يعني فحص عام باريتان فحص جود عام ليك يعني عينة الدم ليك عينة الدم هي صحراء عينة براز يعني ليك هنا دم صحراء البراز أيا لغا قادي يعني أخذوا منه عينة الدم وعينة البراز يعني وحانا لو شيغي وأخبروه وحانا لو شيغي وأخبر إنو سوغو أن ينتظر إنو سوغو ينتظر نتيجة يعني نتيجة الباريتانكا نتيجة الفحص نتيجة هنا النتيجة باريتانكا الفحص نتيجة الفحص مرة أخرى مرة كالي أخرى أي لو يري تم دعوته وحانا لو شيغي وذكر له إن لباري أنه تم فحصه إن لباري أنه تم فحصه وحضرنا ينجرين وليس هناك يعني ما يخوف وحضرا يعني ما يخوف وحضرا يعني ما يخوف وحضرنا ينجرين ليس هناك ما يخوف أو ما يستدعي للخوف وحالو قري ووصف له داوين أدوية وحانا لغو يري وقيل له وحانا لغو يري هذه فعل ماضي مغير الصيغة يعني أو باسيفوس أكتيف يعني مو أكتيفوس إنما باسيفوس يعني المبني للمجهول وحانا لغو يري وقيل له مركات عندما داوذن هذه الأدوية استعمال هذه الأدوية أو تناول هذه الأدوية تضبات كذب بعد أسبوع تضبات أسبوع كذب بعد أسبوع تضبات كذب نوصو لابو عد إلينا تضبات كذب بعد أسبوع هنا نوصو لابو عد إلينا كذب بعد تضبات أسبوع عد إلينا بعد أسبوع أين هي عد وأين إلينا يعني نوصو لابو هنا عد أي عد هنا
عد لابو نوصو إلينا نوصو إلينا لابو عد إلينا لابو عد نوصو هنا إلينا عد إلينا نوصو لابو كدب بعد تضبات أسبوع مركات عندما دوذا هذه الأدوية سو استعماشه يعني استعمال هذه الأدوية يعني ربما في تقديم والتأخير بين الصفة والموصوف باختلاف اللغتين يعني نوصو لابو هنا إلينا نوصو إلينا لابو عد هنا عد إلينا نوصو لابو كدب بعد تضبات أسبوع مركات عندما سو استعماشه استعمالي دوذا هذه الأدوية أو هذا الدواء هذا هو حسن وحو دريمي شعر حسن حسن وحو دريمي شعر حسن حنون درن بألم شديد حنون ألم درن شديد ومضح في الرأس إيه وعلى الحنون ألم البطن على الحنون ألم البطن حنون ألم على البطن وحو آذي وذهب حرون عافمات مركز طبي حرون مركز عافمات طبي أو عيادة طبية وحونا فريستي وجلس هولك قاعة سجتانك انتظاري دخترك الطبيب صالة هولك سجتانك دخترك انتظاري الطبيب سي او اسوغو لانتظاري كالكيسة دوره عبار كدب بعد فترة أيا لو يري تمت دعوته أيا لو يري تمت دعوته كالكالسة الممرضة أيانا جلسي أدخلته قلك غرفة دخترك الطبيب سيلو وريستو لمقابلته لسيلو وريستو لمقابلته سي هنا لي دختركي الطبيب أيا ويدي سأله الطبيب سيدا الله هيو كيفية إصابته أو ماذا يشتكي مركي عندما وكدغيستي استمع منه أيو أدري أمره بارتان جود بفحص عام ديك يعني عينة الدم هنا ديك عينة الدم يصحى عينة البراز أيا لغا قاضي تم أخذ منه عينة دم أو وعينة البراز وحان الله شيغي وذكر له إن أوسوغو أن ينتظر نتيجة بارتانك نتيجة الفحص مركلة مرة أخرى أيا لو يري تمت دعوته وحان الله شيغي وأخبر أو وذكر له إن لباري أنه تم فحصه واحذرن أي جرين وليس هناك ما يخوف واحذرن ما يخوف أي ينجرين ليس هناك وحالو قري ووصف له دوين أدوية درن هذه أعتقد شديد في درن السطر الأول درن مات شديد أي حنون درن شديد وهنا دري هنا مو درن هنا دري أي هذه درن وهذه دري هذه وصف يعني وهذا فعل أدري يعني أمره يعني أدري يعني در أمر وحنا أدري أمره بإجراء بارتان جود هذه يعني فيها فرق بارك الله فيك أوكي الله يبارك فيك وحنا الله شيء وذكر له وتم إخباره إن لباري أنه تم فحصه واحذرن ما يخوف أي جرين ليس هناك أي جرين ليس هناك وحنا قري ووصف له دوين أدوية وحنا له يري وقيل له مركات عندما داوذا هذا الدواء سو استعملته تضبات كذب بعد أسبوع نوصو لابو عد إلينا يعني أستاذ سؤال بسيط تفضل طيب يعني ما في علاقة بين درن اللي هي حنون درن في السطر الأول ودرن أي جرين في السطر قبل الأخير؟
أي درن هنا أي هنا نفس الشيء درن يعني شديد. وحدرا عندما نقول وحدرا يعني شيء يعني شديد، يعني خوفه شديد، يعني فيها شيء هو محذوف، والكلمتين يعني نفس المعنى. حنون هذه وصف للحنون، وهذه شيء محذوف هنا. هنا شيء درن يعني شديد، يعني شيء شديد. هنا وشيء شديد وسنجر ليس هناك. هذا هو المعنى، لكنها يعني المقصود منها يعني شيء يخوف. نفس المعنى صح. جزاك الله خير. الله يجزيك. نعم، أظن هذا كان سؤال الأخ اللي قبلي. هو أنا بس اقتبست منه. أنا ذهبت إلى هنا. شكرا، هذه تلبية. أي تمام، شكرا. ونفس السؤال كان هنا درنا، وأنا أخذت إلى هنا درن ودرن، هنا نفس الشيء ونفس المعنى بمعنى شديد. في الأولى جاءت وصفا للألم، ألم شديد، وهنا جاءت وصف شيء هذا شيء يعني شديد، يعني شيئا شديدا، أي شيء يخوف، يعني معناه المقصود، والمعنى العادي هو نفس المعنى. شكرا. ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو درس الحوار في صفحة 50. وذا شيء كيسي هنا حوار أو محادثة، نقرأ وبعدها نشرح. سو دو محاد كشيغانيسا. سو دو محاد كشيغانيسا. waxaan soo kacay anigoo dareemaya xanuun daran oo dhinacan ah, qandhana i hayso. waxaan soo kacay anigoo dareemaya xanuun daran oo dhinacan ah, qandhana i hayso. wax dawa ah ma qaadatay? wax dawa ah ma qaadatay? haa, waxaan qaatay kaniini xanuun baabi'iye ah. haa, waxaan qaatay kaniini xanuun baabi'iye ah. waxna igama tarin. waxna igama tarin. ma markii kuugu horreysay baa oo aad xanuunkan dareento? ma markii kuugu horreysay baa oo aad xanuunkan dareento? mase horay waa u qabi jirtay? mase horay waa u qabi jirtay? marmar xanuun aan darnayn. marmar afwan, xanuun aan darnayn waa arki jiray, balse xanuunkan oo kale hadda ayaa iigu horeysa. afwan, marmar xanuun aan darnayn waa arki jiray, balse xanuunkan oo kale hadda ayaa iigu horeysa. halkan imow si lagugu baaro. halkan imow si lagu baaro. baaritaan kadib, bayn qowsayn, baaritaan kadib. waxaa ku haya xanuun kilida ah. dawo ayaan kuu qoray 5 cirbad iyo 20 xabbo oo kaniini ah. baaritaan kadib, waxaa ku haya xanuun kilida ah. dawo ayaan kuu qoray 5 cirbad iyo 20 xabbo oo kaniini ah. dawada soo iibso, kadibna ii soo laabo si aan kuugu sharaxo sida aad u isticmaalayso. dawada soo iibso, kadibna ii soo laabo si aan kuugu sharaxo sida aad u isticmaalayso. mahadsanid dictor. farmashiyaha waa halkee? mahadsanid dictor. farmashiyaha waa halkee?
kalkaalisada ayaa kuu tilmaamaysa kalkaalisada ayaa kuu tilmaamaysa waa yahay وذا شيكيسي هنا حوار أو محادثة وذا شيكيسي هنا حوار أو محادثة سودو تفضل سودو تفضل محاد كشيغانيسا محاد ماذا كشيغانيسا تشتكي منه ك هنا من شيغانيسا تشتكي هنا المضارع في آخرها محاد كشيغتاي في آخره أي يعني الماضي سودو تفضل محاد ماذا كشيغانيسا تشتكي منه سودو تفضل محاد كشيغانيسا محاد ماذا كشيغانيسا تشتكي منه وحان صوكعي استيقظت وحان لوحدها لا يوجد لها معنى صوكعي استيقظت وحان صوكعي استيقظت أنيغو وأنا يعني أنيغو وأنا يعني هو واو الحال أنيغو وأنا أنيغا لوحدها أنا أنيغو وأنا يعني واو الحال فيها أنا استيقظت وأنا دريمية وأنا أشعر دريمية حنون درن بألم شديد الآن أخذنا حنون ألم درن شديد أعطينا عن في هذا الجانب أعطينا عن في هذا الجانب يعني فيها يشير إلى الجنب أو جنب من جلده يعني أو من جسده يقول لنا عن وكأنه يشير إلى يده قنطنا يعني إيهيسو وعندي حمى قنطة يعني حمى إيهيسو عندي يعني وعندي حمى استيقظت وأنا أشعر بألم شديد في هذا الجانب وعندي حمى يعني هكذا إيهيسو عندي قنطنا يعني وحمى وعندي حمى يعني قنطة حمى waxaan soo kacay istayqadtu anigoo dareemaya wa ana ashcuru xanuun daran bialamin shadiidin oo dhinacan fi hada aljaanib qandhana i hayso wa cindii xuma wax dawo ma qaadatay yani ma qaadatay hal tanaawalta ma qaadatay hal ma qaadatay tanaawalta wax dawo ayu dawaa'in wax ayu dawo dawaa أي دواء وحدواء أي دواء وحدواء ما قاضتي هل تناولت وحدواء أي دواء يعني هذا هو ما قاضتي هل تناولت أي دواء أي دواء يعني ما قاضتي نعم وحن قاتي تناولت كنيني قرص كنيني يعني قرص حنون بابئية يعني حنون بابئية يعني حبوب كنيني هنا قرص أو حبوب يعني كنيني حنون بابئية يعني حنون بابئية هنا مسكن الألم يعني حنون ألم بابئية مسكن يعني قرص أو مسكن الألم يعني حنون بابئية مسكن الألم يعني حنون ألم بابئية مسكن يعني هذا قرص أو مسكن يعني قرص أو حبوب مسكنة أو قرص مسكن حنون بابئية كنيني قرص حنون بابئية يعني كلمة في الكلمتين يعني لوحدها العربية مسكن حنون ألم بابئية هنا مزيل الألم يعني في الصومالية تكون المعنى الترجمة الحرفي حنون ألم بابئية مزيل كذلك مزيل العراء يعني مزيل يعني هنا بابئية مزيل حنون ألم ولكن المعنى الطبي هو مسكن يعني قرص مسكن وحنا يعني إجامترين لم ينفع يعني لم ينفع لي وحنا يعني لم ينفعني شيء ولم ينفع شيئا ولم ينفع لي شيئا يعني القرص اللي أخذته كان مسكن للألم ولم يسكن الألم يعني وحنا هنا وحنا
أي شيء إجامتر لم ينفع شيئا. يعني هنا وحنا إجامتر ولم ينفع لي شيئا، وحنا إجامتر ولم ينفع لي شيئا. ها نعم، وحن قاتي تناولت كنيني قرص حنون بابي إيه مسكن، وحنا إجامتر ولم ينفع لي شيئا. ما مركي كوجو الرئيسيبا، هل هذه المرة الأولى؟ ما هل مركي المرة كوجو الرئيسيبا الأولى لك، يعني هو الرئيسي الأولى كوجو لك. ما مركي كوجو الرئيسيبا، هل المرة الأولى لك، يعني وبا هنا السؤال. ما مركي كوجو الرئيسيبا، هل المرة الأولى لك أو آت حنون كان، يعني هذا الألم دارينتو شعرت بهذا الألم، يعني هل هذه المرة الأولى تشعر بهذا الألم؟ هذا هو المعنى. ما مركي كوبوه الرئيسيبا أو آت حنون كان دارينتو، هل هي المرة الأولى تشعر بهذا الألم؟ ما هل مركي المرة كوبوه الرئيسي الأولى لك با، يعني هذا للسؤال. أو آت حنون كان أو آت دارينتو تشعر حنون كان هذا الألم، هذا هو. مسيح أم هوري من قبل وأقبي جرتي كنت مصابا من قبل، وأقبي جرتي كنت مصابا، وأقبي جرتي كنت مصابا هوري من قبل، هوري before من قبل. هل كنت مصابا من قبل أم هذه هي المرة الأولى تشعر بهذا الألم؟ يعني هذا هو ما قاله. مرمر أحيانا حنون عند الرين ألم غير شديد، يعني ألم حنون عند الرين غير شديد. وأن أركي جري كنت أرى ألم غير شديد أحيانا، وأن أركي جري كنت أرى بلسه، ولكن حنون كان أوكله مثل هذا الألم. ألم أرى يرى، وكيف يكون حنون؟ الألم لا يرى. أي وهي عبارة عن استخدام إرادة الشيء فيها البلاغة، يعني وكأنك تراها الألم، بما أنك لا تراها وتشعر بها، ولكن وكأنك تراها. وهذه هي الغرض بلاغي لتضخيم الأمر مثلها. ولما سكت موسى الغضب، وكأن الغضب شخص يتكلم لموسى عليه السلام، هي فيها غرض بلاغي، وكأن الألم يرى، فيها غرض بلاغي، استخدام بلاغي، ولكن في الأصل وان أركي جري، يعني وان دريمي جري هذه أفضل، كنت أشعر، يعني وان دريمي جري كنت أشعر، هذا هو الأفضل بالاستخدام. ولكن في هذه يعني استخدام الآخر لغرض بلاغي، فيها بلاغة. الله يبارك فيك. بلسه ولكن حنون كان أوكله مثل هذا الألم، أوكله مثل حنون كان هذا الألم، حنون كان هذا الألم أوكله مثل هذا الألم. هذا الآن أيا يبوه الرئيسة، هذه المرة الأولى لي. هذا الآن أيا يبوه الرئيسة مرتي الأولى، يعني هذه بمثل هذا الألم، يعني هذه هي المرة الأولى. هل كان إمو تعال هنا، هل كان هنا إمو تعال، تعال هنا. هل كان إمو سلو بارو للفحص، سلو بارو للفحص. بارتان كذب، هذا بين قوسين، بارتان كذب بعد الفحص ماذا جرى؟ وحاكو هيا عندك، وحاكو هيا عندك، أو أنك مصاب حنون بألم كلذا في الكلى، يعني كلذا الكلى. بعد أنك تشعر من هنا يعني عندك يعني إصابة بألم الكلى. دو أيانكو قري وصفت لك أدوية، أيانكو قري وصفت لك دو أدوية. شن عربت يعني 5 حقن، يعني حقنة عربت يعني حقنة. شن 5 حقن يعني شن عربت إيه، و 20 حبة 20 حبة
أو كنيني من القرص، كنيني من القرص، يعني هنا البيانية من البيانية. شن عربات يعني 5 حقن إيوه ولباتن حبة 20 حبة أو كنيني من الأقراص. دوذا سو إيبسو، دوذا يعني الدواء سو إيبسو اشتري الأدوية كدبنا وبعدها إيسو لابو عد إلي، إيسو لابو عد إلي، نو سو لابو عد إلينا، نو هنا إلي، إيسو لابو عد إلي سي أنكوغو شرحو لأشرح لك، سي أنكوغو شرحو لأشرح لك، كوغو لك هنا شرحو أشرح سي لأشرح لك، سي أنكوغو شرحو سيدا آد استعماليسو طريقة الاستخدام، سيدا طريقة أو الكيفية آد استعماليسو تناول الأدوية أو طريقة استعمال الأدوية. مهد سند دكتور، شكرا طبيب، دكتور طبيب. مهد سند شكرا يا دكتور. فرمشيها الصيدلية، فرمشيها الصيدلية، فرمشية هنا صيدلية، صيدلية فرمشية، فرمشية هنا فرمشية صيدلية، فرمشيها الصيدلية. وهلكي أين الصيدلية؟ وهلكي أين الصيدلية؟ يعني فرمشيها وهلكي أين الصيدلية؟ كالكالسة الممرضة أياكوت الماميسة تدلك، يعني تدلك الممرضة يعني موقع الصيدلية. ويهي حسنا، ويهي حسنا. لنعد مرة أخرى. وذا شيكيسي حوار، وذا شيكيسي حوار أو محادثة. سو دو تفضل، سو دو تفضل. محا سو دو تفضل. محاد كشيغانيسا عن ماذا تشتكي؟ محاد كشيغانيسا ماذا تشتكي؟ وحان سوكعي استيقظت أنيغو دريمية وأنا أشعر حنون درن بألم شديد ودنا عن في هذا الجانب، قندنا إهيسو وعندي حمى، إهيسو عندي قندو حمى. واحد دواء يعني أي دواء مقاضتي، هل تناولت أي الدواء؟ ها نعم، وحان قاتي تناولت كنيني قرص حنون بابئية مسكن وحنا إيمتر ولم ينفع لي شيئا. ما مركي كوغوه الرئيسي على هذه المرة الأولى وآت حنون كان دارينتو شعرت بهذا الألم مسه أم هوري واد أقبي جرتي كان عندك سابقا أو من قبل؟ مرمر أحيانا حنون ألم أن درين غير شديد وأن أركي جري، يعني كنت أرى أو كان عندي بلسه، ولكن حنون كان أوكله مثل هذا الألم هدا أيا يجوه الرئيسة. هذه الآن هي المرة الأولى، هدا الآن يجوه الرئيسة مرتي الأولى. هل كان إمو تعال هنا، هل كان هنا تعال إمو سلقوا بارو للفحص، بارتان كذب بعد الفحص. وحاكوها هي عندك حنون ألم كلذا في الكلى، دواء أدوية أو دواء أيانكو قري وصفت لك 5 عربات 5 حقن إيو 20 حبة و20 حبة أو كنيني من الأقراص. دواء سو يبسو اشتري الأدوية كدبنا وبعدها إيسو لابو عد إلي، إيسو لابو عد إلي سي أنكو شرحو لأشرح لك سيدا آدو استعماليسو طريقة الاستعمال أو طريقة استخدام أو تناول الدواء. مهد سند دكتور، شكرا طبيب. فرمشيها وهلكي أين الصيدلية؟ كالكالسة الممرضة أياكوت الماميسة تدلك على موقع الصيدلية. ويهي حسنا. سؤال استفسار أو توضيح أو شرح، تفضل. والله واضح تماما جدا جدا، جزاك الله خيرا. حدث عن نفسي المكية، وأعجبتني التفسير
يرى الألم للسكتة الغضب عن موسى. هذه غرض بلاغي. شكرا وحمدني. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. شكرا لكم جميعا. وبانتهاء الوقت أشكر الجميع وأعتذر عن الانقطاع الذي تسبب على رداءة الإنترنت عندي الليلة، وشكرا على حسن متابعتكم، وحتى لقائنا في المحاضرة القادمة. أستودعكم الله وعلى أمل اللقاء بكم بهذه المحاضرة القادمة. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.